نجح المنتخب الفرنسي أخيرا في كبح جماح أسود الأطلسي بإنهاء قصة نجاحهم في مونديال أمريكا لعام 2026 في دور ربع نهائي المسابقة. دخل المنتخب الفرنسي المباراة بضغط هجومي متقدم وعالي منذ الدقائق الأولى، مستغلا التراجع الدفاعي للمنتخب المغربي وصعوبة الخروج بالكرة. ولم تمر سوى 10 دقائق حتى هدد المدافع الفرنسي أوباميكانو مرمى الأسود برأسية خطيرة كادت أن تعلن عن الهدف الأول للفرنسيين بعد ضعف تغطية المدافعين وشرودهم. ومع استمرار الضغط الفرنسي بهجمة مرتدة سريعة، احتسب الحكم الأرجنتيني فاكادو ضربة جزاء مثيرة للجدل ضد الظهير نصير مزراوي. اعتبر الكثيرون قرارا قاسيا ومن وحي خيال الحكم. وفي لحظة حبست الأنفاس استبسل الحارس الشجاع ياسين بونو وحمى عرينه بتصد خرافي أمام تسديدة كيليان مبابي ليعيد الثقة مؤقتا لزملائه. لكن الأخطاء تواصلت في خط الوسط المغربي، خاصة من الارتكاز بعده، حيث ارتكب خطأ فادحا استغله اللاعب دوي وكاد أن يترجمه إلى هدف مبكر. عانى المنتخب المغربي تكتيكيا في هذا الشوط، حيث عجز تماما عن تجاوز الثلث الأول من نصف ملعب فرنسا، وظلت الكرة محتشمة وبدون حلول هجومية أو صناعة لعب حقيقية نتيجة الضغط الخانق على مفاتيح لعب المغرب. مع بداية الشوط الثاني غير المنتخب المغربي من استراتيجيته وبدأ بنزعة هجومية واضحة، مستحوذا على الكرة ومتحصلا على عدة أخطاء في مناطق خلفية للمنتخب الفرنسي. لكن غياب النجاح الهجومي حال دون استغلال هذه الفرص. وفي الدقيقة 60 ومن لقطة أثارت احتجاجا مغربيا كبيرا، انطلقت كرة فرنسية بعد أن لمست يد اللاعب رابيو في وسط الميدان، إلا أن الحكم الأرجنتيني فاكادو منح الأفضلية ورفض العودة لتقنية الفيديو لتصل الكرة إلى كيليان مبابي الذي حسم الأمور وأسكنها الشباك، معلنا عن الهدف الأول لفرنسا. هذا القرار جاء امتداد علامات استفهام تحكيمية رافقت المباراة منذ شوطها الأول، حيث تغاضى الحكم عن منح بطاقة مستحقة للفرنسيين واحتساب أخطاء واضحة للأسود الأطلس. لم يكد المنتخب المغربي يستفيق من صدمة الهدف الأول حتى استغل الفرنسيون هفوة تكتيكية أخرى بعد 6 دقائق فقط، إثر خطأ من سفيان أمرابط، لتسجل فرنسا الهدف الثاني عن طريق ديمبلي وتصعب المهمة تماما على الأسود. 10 دقائق الأخيرة محاولة محتشمة لتقليص الفارق. في الدقائق العشر الأخيرة من عمر اللقاء رمى المنتخب المغربي بكل ثقله محاولا القيام ببعض المناولات والمحاولات الهجومية لتقليص الفارق وحفظ ماء الوجه، إلا أن التنظيم الدفاعي الصارم للديوك الفرنسية وغياب اللمسة الأخيرة الحاسمة لدى المهاجمين المغاربة جعل هذه المحاولات تنتهي بدون جدوى، لتعلن صافرة الحكم نهاية المباراة بفوز فرنسا بهدفين دون رد.